ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لايك وكومنت وشوفي الفيديو للاخر عشان هيعجبك قوي قوي قوي. ليكي تعملي شويه مخلل مشكلين، ضامنه نظافتهم، تحفه تحفه تحفه، واحلى من اللي بنشتريه من عند احسن ترشجي في الدنيا. بس تتبعي الخطوات اللي انا هقولك عليها وتمشي عليها وتعمليها. هيفضل مقرمش معاكي من اول ما تفتحي عليه لحد اخر حتة فيه. مش هيطرى، مش هيبقى طعمه يغير خالص. امشي بس على الخطوات اللي احنا هنعملها وهيطلع معاكي مظبوط 100%. احنا هنخلي الايه بقى النهارده؟ هنخلي الجزر وفلفل وقرنبيطه كده، جايباها زهره قرنبيط وجايبه لفت. طبعا احنا عارفين ان الفتره دي اللفت مال الاسواق. نستغل بقى الفترة دي ونجيب اللفت ونعمله. حابة تعملي اللفت لوحده بالطريقة اللي انا هعملها دي مفيش اي مشكلة. حابة تحطي خيار في الطريقة دي برضو ما فيهاش اي مشكلة ومش هيطرى منك، اتأكدي. بصي بقى، انا هقولك على ملحوظة. القطاعة اللي انا بقطع بيها دي رخيصة جدا جدا جدا، وفي اي محل بتاع المستحضرات الادوات المنزلية. فعلشان نعمل حاجتنا بشكل جمالي وحلو، عينينا بتبص يعني بتشتهي الاكل قبل ما بناكل. فلازم نعمل الحاجه يعني على اتم وجه. صدقوني العين بتاكل قبل البق. فهاتوا القطاعه دي. ده انا حتى البطاطس المحمره بقطعها بيها، صدقوني. وانا مصوره لكم كل المقاطع بتاعه التقطيع، انا مقطعاها ازاي. التقطيع سهل. هقولك بقى على ملحوظه برضو. اما تيجي تجيبي اللفت، ما تجيبيش اللفته الكبيره قوي، ما تجيبيش اللفته اللي تحسيها زي السفنج، ما بتبقاش حلوه. نقي اللفته اللي تمسكيها من فوق، تقطم في ايديكي كده بكل سهوله. تعالوا بقى اقول لكم التركايه اللي هنعملها في اللفت قبل ما نخلل. هنحط عليه معلقتين ملح ونقلبه كويس ونحطه في مصفى لمدة ساعتين 3، نخليه ينزل ميته، وبعد كده نشطفه كويس جدا. دول 3 لتر مية انا غليتهم. المية اللي هنخلل بيها يا جماعة هنغليها ونسيبها اما تبرد او تدفى شوية. لك على المقدار الصح، لكل لتر مية معلقة سكر ومعلقتين ملح، على حسب بقى انت هتحطي مية قد ايه. يبقى لكل لتر ايه؟ معلقة سكر ومعلقتين ملح. وندوب الكلام ده كويس جدا. السكر ليه؟ برضو عشان ما يريمش مننا المخلل، وزي مادة حافظة. وملحوظة برضو ان برضو اللتر بتاع المية المغلية اللي هنخلل بيه ليه ربع فنجان خل او نص فنجان خل. الخل لما تزوديه ما فيهوش اي مشكلة. من ربع لنص فنجان خل على اللتر المية. هنحط بقى الكلام ده كله ونقلبه في قلب بعضه. طبعا حطينا هريسة شطة كده تدي لون. حابة تحطي بنجر كتير، بتحبي لونه احمر مغمق، انا ما بحبوش احمر مغمق، فانا حطيت ربع بنجرايه للكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها. هقولك بقى على كام ملحوظة. حابة تعملي في البرطمانات، انا عاملة في بلاستيك وفي ازاز عشان اوريكم الاتنين. البلاستيك انا حطيتها غليت مية وحطيتها فيها كبة واحدة، ورحت مديها صدمة في ميه ساقعه وقلبها كده عقمتها. الازاز حطيتها في غساله الاطباق. ما عندكيش غساله اطباق، اعملي نفس الوضع اللي انا عملته في البلاستيك. اهم حاجه يا جماعه نعقم البرطمان، واكدوا على المعلومه دي علشان كل اللي انا بقول لكم عليه ده ما يعملناش ريم ولا اي حاجه. غير ملحوظه هقولها، ان احنا نغطي المخلل للاخر بشويه ميه كويسين. وانا بغطي بحط بقى اكياس، عارفه كيس التلاجة، بطبق كيس، بقسم كل كيس بالمقص وبطبقه مجوز واحط واقفل باحكام. الموضوع اسهل ما يكون يا جماعه. لو اول مره تخللي اعملي بالطريقه دي، وادعي لي دعوه حلوه ما تفتحي عليه. هنفتح عليه بعد قد ايه يا شيماء؟ في الصيف قولوا 6-7 ايام، في الشتاء خليه بعد 10 ايام. انا بقى الاساتذه اللي عندي خلوني فتحت عليه بعد 8 ايام بس، لقيته مقرمش ومتحيق حلو جدا، لا حادق ولا عادم في الطعم، طعمه تحفه. امشوا بس على الطريقة اللي انا قلتها، وبأكد عليكم. لتر المية عليه معلقة سكر، معلقتين ملح، ربع فنجان او نص فنجان خل، عشان نبقى متفقين، واكدت عليكم المعيار. تعالوا بقى اوريكم الحلاوة اللي تشوفوها دي بعد 8 ايام حرفيا. طعمه خيال. والتركاية اللي عملناها في اللفت ما خلتش اللفت يكرف وريحته تبان في قلب المخلل. بصوا اللون ده من الفلفل الحار اللي انا حطاه، ومن ربع البنجرايه اللي قسمتها على ال3 برطمانات. ما هيقعد لونه هيغمق كمان. وجربوه بالهنا والشفا على قلوبكم.